هو احنا ليه دايما بنفتكر نشحن الموبايل اول ما يوصل 10%؟ وكأنها مسألة حياة او موت، بس بننسى نشرب مية طول اليوم لحد ما بنبقى عاملين زي التين المجفف. سؤال غريب مش كده؟ خليك معايا لاخر الفيديو وانا هجاوبك على السؤال الفلسفي العميق ده. بس الاهم من السؤال هو احنا اننا جايين النهاردة نتكلم على بلاطة وفي مصلحتك يا صاحبي. احنا عايشين في زمن التطبيقات، بقت هي اللي ماشية حياتنا، صح ولا ايه؟ بتطلب اكل بتطبيق، بتركب تاكسي بتطبيق، حتى عشان تعرف تلبس تقيل ولا خفيف بتفتح تطبيق الطقس عشان تعرف الطقس عامل ايه النهارده، بتستخدم تطبيق. تطبيقات سلاح ذو حدين، يا اما تسهل حياتك وتخليك برنس في نفسك، يا اما تضيع وقتك وتسحب بياناتك وانت مش دريان. وعشان انا خايف عليك ومش عايزك تكون فار تجارب للتكنولوجيا، قررت النهارده امسك معاك تطبيق انتشر الفترة الأخيرة. الناس كتير بتشتري ساعات ذكية اقتصادية، هو تطبيق كيو واتش. كيو واتش يا سيدي، التطبيق ده باختصار هو الوسيط أو الكوبري اللي بيربط بين ساعتك الذكية اللي غالبا بتكون فئة اقتصادية كيو وايرلس وبين موبايلك. وظيفته الأساسية إنه ياخد البيانات دي من الساعة، زي عدد الخطوات، دقات القلب، نومك، أيوة، حتى وانت نايم بيعد عليك أنفاسك، وبيعرضها لك على الموبايل بشكل شيك. وكمان بيبعت لك اشعارات الواتس والفيس على الساعة عشان ما تفوتش حاجة. طب ازاي تستخدمه صح عشان ما تهنكش وتدعي له بدل ما تدعي عليا؟ اولا وانت بتسطبه هيطلب منك اذونات بيرميشن كتير، الموقع، ملفات، جهات اتصال. اسمع مني، وافق على الموقع عشان البلوتوث يلقط الساعة، وافق على الاشعارات عشان الرسائل توصلك، لكن باقي الحاجات فكر فيها شوية. هو محتاج ملفاتك في ايه؟ الساعة هتاخد ايه من ملفاتك؟ خليك ناصح. ثانيا، اهم نقطة واللي بتخلي ناس كتيرة بتتجنن وتقول تطبيق بايظ، لازم تدي التطبيق صلاحية انه يشتغل في الخلفية run in background، وتلغي من عليه موفر البطارية، لان الموبايل الذكي غبي احيانا وبيشوف التطبيقات شغالة، التطبيق ده شغال لوحده في الخلفية فبيقفله، وساعتها الساعة هتفصل وهتلاقي مفيش رسائل بتوصلك. نيجي بقى للكلام اللي بيوجع ولازم يتقال، مميزات وعيوب التطبيق ده بناء على خناقات الناس في تعليقات البلاي ستور. المميزات ان واجهته بسيطة جدا، مش محتاج تكون مهندس عشان تفهمه، وبيربط بسرعة نسبيا مع اغلب الساعات المدعومة، وفي شوية خلفيات للساعة مقبولة نوعا ما. اما العيوب بقى، ودي اللي خايف عليك منها، ان ناس كتيرة بتشتكي ان الاتصال بيقطع لو بعدت عن الموبايل مترين، فانت بقى مضطر تاخد الموبايل معاك في جيبك في كل خطوة عشان ما يقطعش منك. وساعات القراءات الصحية زي الضغط والقلب بتكون اي كلام، يعني اي كلام في الحمادة يعني، ما تعتمدش عليها طبيا، الله يكرمك، دي معمولة للمنظرة والتحفيز بس. كمان الترجمة العربي جوه التطبيق ساعات بتبقى مضحكة جدا وتحس انها ترجمة جوجل اللي هو كاتبها. دلوقتي نيجي للسؤال الخبيث بقى، هو المطور بتاع التطبيق ده بيكسب ايه طالما التطبيق مجاني ومفيش اعلانات بتنط في وشك كل دقيقة؟ بص يا صاحبي، في عالم التطبيقات لو ما كنتش بتدفع تمن السلعة يبقى انت السلعة. المطور هنا بيكسب بطريقتين، الاولى مباشرة، وهو انه بيبيع لك الساعة نفسها هاردوير، فالتطبيق مجرد وسيلة تشغيل. الطريقة التانية والخفية هي البيانات، بيانات تحركاتك، موقعك، بتنام امتى، بتصحى امتى، وده كنز لشركات الاعلانات والتحليلات. عشان كده بيقولك دايما اقرا سياسة الخصوصية وما توافقش على اي حاجة عمياني. طب لو التطبيق ده مش عاجبك او ساعتك بتدعم تطبيقات تانية، روح فين؟ لو ساعتك ماركة معروفة خليك في تطبيقاتها الرسمية. لو عايز بدائل عامة لمتابعة صحتك وسيبك من تطبيقات الساعات الصيني وخليك في جوجل فيت أو سامسونج هيلث، ودول شركات كبيرة وبيحترموا البيانات شوية ودقتهم أعلى بكتير في حساب الخطوات والنشاط. نرجع بقى للسؤال الأول للفيديو، ليه بنفتكر نشحن الموبايل وبننسى نشرب مية؟ الإجابة ببساطة لأن الموبايل لما بيجوع بيعمل صوت وبيزن وينور أحمر في وشنا، فيجبرنا نهتم بيه، لكن جسمنا غلبان بيستحمل لحد ما يقع. وعشان كده ياريت تحمل تطبيق يفكرك تشرب مية. وعشان كده التطبيقات والساعات الذكية دي فايدتها الوحيدة الحقيقية انها بتلعب دور الزنان اللي بيفكرك ان ليك حق على نفسك. يا ريت يا صاحبي تكون استفدت، وما تنساش تشترك في القناة عشان انا خايف عليك تفوتك النصايح الجاية. ولو معاك ساعة ذكية قول لنا في التعليقات بتستخدم تطبيق ايه. سلام يا حبيبي.